الرئيس في هذا الموضوع ديال المقابر. نطلب منك ونلتمس منك السيد الرئيس ومن الإخوة الأعضاء عنهم هذا خاصو يكون التزام ديالنا، خاصنا نحافظوا على ذو المقابر. انا نطلب منك ونلتمس السيد الرئيس على اساس انك هذو الاراضي ديال المقابر اذا كانوا خلصهم حفاظا على ذوك الناس اللي ندفنوا فيهم، اللي فيهم اباتنا وخوتنا واماتنا وعائلاتنا وجيراننا واصدقائنا، لانه اليوم بانت على اساس عن الاملاك المخزنيه عنها ما عندها الغرض بمصلحه المواطن. غدا ولا بعد غدا رانا كنعرفوا على اساس عن كاينين قرارات ديال اغلاق ديال واحد النوع من المقابر، من هون ل 40 عام غادي نلقاو الاملاك المخزنيه باعتهم للضحى ولا باعتهم شي شركه مستثمر ثاني، وذا هو كيجزأ على اعضاء مباتنا واماتنا. لذلك نطلبوا منك السيد الرئيس على اساس عن هذه النقطه اللي نلتمسوا منك ونأكدوها ونعلوها الى اعاده طمع الاملاك المخزنيه ولحقت به هذا من الطمع ولحق به هذا من عزه المال على اساس عنها 2 دراهم نزيدوكم 5 دراهم، غير خلوا اعضاء مواليدينا في الثقه، لانه هاي العمليه اللي باغيين تمشوا لها راهي مفهومه وواضحه. نتوما باغيين تتوجهوا لواحد التوجه معين من هنا ل 30 سنه ولا 40 سنه عندكم في الاستراتيجيه ديالكم على اساس عنكم تبيعوا ذو المقابر، وحنا خاصنا هذه المهزله نوقفوها، واللي قد يوقفها هو المجالس المنتخبه. الله يربح السيد الرئيس يحاول على اساس عن هذه المساله تنفك في اسرع وقت باش كان نحافظوا على ذو المقابر. والسلام وشكرا. شوف راه الوالي كلمني على